اهلا وسهلا الغزالات ديالي، مرحبا بكم معايا في قناه بروني سوان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اكيد كتسناو هذه الحلقه بفارغ الصبر، واكيد انكم عرفتوا المحتوى ديالها من خلال العنوان. كتبت لكم في هذه الحلقه غادي نشوفوا كيفاش نيرمين دوزت ايامتها في السجن، وكيفاش غادي تعذب وتدفع الثمن ديال الافعال ديالها كاملين. غنشوفوا كذلك في هذه الحلقه ان نيرمين كانت مسجونه من قبل، وكانوا السجينات اللي معها كيعذبوها، والنهار اللي بغات تخرج انتقمت منهم كاملين وقالت لهم كلام خايب بزاف، وهما بقاو عاقلين ليها على هذا الشيء حتى عاودوا تلاقاو معها في السجن مجددا. دونك لهلا يوريكم شنو غيدوزوا عليها وكيفاش غادي يستقبلوها. دونك غادي تكون واحد الحلقة مليئة بالأحداث الشيقة. غادي تشمتوا مزيان في نيرمين حيت تستاهل، لأنها إنسانة خبيثة ولأنها دارت بزاف ديال الشر في هذا المسلسل. إذا بلا ما نزيد نطول عليكم أكثر، غنخليكم تكتشفوا التفاصيل بنفسكم، وكيف العادة خليكم معايا حتى لآخر الفيديو. ودابا غنبداو الحلقه ديالنا مع امير والعائله ديالو. غادي نشوفوا بلي مرت عم ورده غتجي عندهم تزورهم في القصر لاول مره غادي يشوفوها. فغادي تكون واحد المفاجاه وواحد الصدمه كبيره بالنسبه لهم. كيف كتشوفوا من بعد ما جات وفتحوا ليها الباب، كلهم واقفين كيشوفوا فيها. بدات ورده كتذكر في البلاصه داكشي اللي دوزت عليها مرت عمها، والكلام القاسي والجارح اللي كانت كتوجهه ليها في كل مره كتشوفها. تفكرات لما هانتها وهانت الام ديالها واخا هي توفات، وقالت ليها انت خاصك تزوجي وتستقري في شي دار، ما ديريش بحال الام ديالك شوهاتنا وطيحات بالاسم ديال عائلتنا في الارض ومرمدات بالشرف ديالنا. ورده كانت كتحاول تدافع على الام ديالها، وكانت تقول لمرت عمها في ديك الساعه انهم غير ظلموها وهي راه ما دارت حتى شي حاجه، هي مسكينه غير مظلومه. ولكن مرت عمها كانت كتهينها وقالت ليها اسكتي، انا عارفه شنو كاين، ماشي انت اللي غادي توريني شنو دارت الام ديالك. المهم ورده بقات كتذكر هذا الحديث اللي كان دار بينها وبين مرت عمها شحال هادي، وعينيها عمرو بالدموع وبقى فيها الحال. ومع ذلك قالت ليها مرت عمي وكحزات لعندها باش تبوس ليها يديها، ولكن الاخرى ما خلاتهاش وما عطاتهاش يديها. هنا امير وجيدان وكذلك ملكه بقاو كيخنزروا فيها، ما حملوهاش، هما اصلا ما حاملينهاش، وزادوا كرهوها منين دارت هذاك لو جيست الورده. وهنايا جيدان غادي تتكلم معاها وغتقول لها اش من نوع من البشر نتوما؟ في الاول جا ولدك ودابا جيتي نتيا، شنو كيحسب لكم راسكم؟ واش هاد الدار ما عندهاش الباب وما عندهاش ماليها باش كل واحد فيكم يجي ويدخل كيف بغى؟ وهنا مرت عم وردة حتى هي جاوبت جيدان وقالت لها هذه راه الدار ديالي، وحتى شي واحد ما عنده الحق انه يمنعني، يعني انني نقدر نجي ليها في اي وقت. جيدان ما عجبتهاش الهضره ديال مرت عم وردة وتعصبت بزاف. وملي شاف امير بلي القضيه حامضه وغادي تنوض بيناتهم، حاول انه يهدن الام ديالو وقال لها غير تهدني عافاك، خلينا ندخلوا لداخل نجلسوا ونشوفوها علاش جات وشنو بغات بالضبط. صافي مرت عم وردة دخلت النيشان وما تسوقاتش ليهم نهائيا، دخلت فيهم ودخلت للدار بحال راها دار باها. دخلت بدون استئذان وبلا ما تشاور معاهم ولا تشوف جهتهم. وجيدا تعصبت بزاف وبقات غير كتخنزر فيها، كلهم بقاو مبهودين فيها لانها دخلت بديك الطريقه. غادي ننتقلوا دابا عند كمال ونسرين. بينو كمال من بعد ما رجع من عند الشرطه، حيت قلت لكم في الحلقه السابقه انه نصب فخ هو والصديق ديالو اللي خدام معاه لنيرمين وسلمها للشرطه بيديه. اللي مازال ما شافش هذه الحلقه غيبان عندكم الرابط في اعلى الشاشه، حيت فريمون حلقه زوينه بزاف. المهم بينو كمال دخل للدار من بعد ما رجع من عند الشرطه، شافتو نسرين وقالت ليه امدرا واش صافي كلشي سالا. وهو بقى كيبتسم، ما قال حتى شي كلمه، وهي فهمت انه يعني قضى الغرض ودار داكشي اللي خاصو يدار. فعنقته بقوه الفرحه وقالت ليه شكرا بزاف، حيت خلصتينا من هذا الكابوس، واخيرا غادي نقدروا نعيشوا بسلام. قال لها صافي كلشي تسالى ودابا غادي نعيشوا هانيين. وقال لها اكيد نرمين غادي تلقى داكشي اللي كتستاهل في السجن. وقالت ليه بالطبع غادي تلقى داكشي اللي كتستاهل، حيت كل واحد كيحصد داكشي اللي زرع. وهنا كمال كان فرحان بزاف وعنق نسرين وقال لها انتي اللي كتعطيني هاد القوه دائما وكتكوني بجنبي، وما حدي معاك غادي نقدر نتجاوز جميع الصعوبات. ودابا غادي نوصلوا لواحد اللحظه اللي زوينه بزاف واللي كتسناوها كاملين، وهي البرينسيبال في هذه الحلقه هذه. من طبيعه الحال ماشي الاخيره، حيت غيكونوا بزاف ديال اللقطات من هذا النوع. غادي نشوفوا السجينات جالسين في الزنزانه اللي غادي تجي ليها نرمين. كانوا جالسين مجمعين كل وحده شنو كدير، حتى حلات الشرطيه الباب ديال الزنزانه ديالهم، بقاو كلهم تيشوفوا كيتسناو يتعرفوا على السجينه الجديده اللي غادي ترافقهم. وهنا كنشوفوا ان الشرطيه دفعت نرمين دخلتها لداخل ورجعت هي خرجات وسدت الباب. دوك السجينات كلهم بقاو مستغربين في الحاله ديال نرمين، خصوصا من خلال اللبس ديالها زعما والشكل ديالها كيفاش انها جات للسجن وغادي تجلس معاهم. ووحده من هذوك السجينات ما داتهاش فيها وما كانتش كتشوف فيها، كانت حانيه راسها لتحت مشغوله.
وهنا منين شافتها نرمين بينوها لينا شدتها الخلعة وخرجت عينيها طرطقاتهم مزيان وبقات غير كتخنزر فيها. وغادي نعرفوا بلي هذيك السجينة عندها معها واحد القصة. هنا غادي يبينوا نرمين كتذكر الماضي ملي كانت في السجن من قبل، وكانت هذيك السجينة حتى هي معاها وكانت دائما كتعذبها وكتعطيها الاشغال الشاقة ديرهم. داكشي كله اللي ما زوينش كتكلف نيرمين به، كانت كتعطيها تسيق ليهم الزنزانة وكتعنفها وكتضربها. وتذكرات اللحظة اللي جات عندها الشرطية باش تخرجها من السجن ديك الساعة، فاش قالت لها غادي تخرجي هزات جفاف حاشاكم اللي كانت كتنظف بها وضربت بها هذيك السجينة لوجهها، وقالت لها انا دابا خارجة بحالي وغنتهنى من كمارتك، وانتي غادي تبقاي تعفني في هذا الجحر ديال الفئران. وبقات كتضحك عليها وكتستهزأ بها وخرجت في حالتها. ودابا عاودت تلاقت بنفس السجينة، يعني دابا غادي تنتقم منها شر الانتقام لأنها بقات حالفة فيها وما عمرها غتنسى اللحظة اللي ضربتها بها بجفاف لوجهها. وفاش شافتها هذيك السجينة لهلا يوريكم فرحت بزاف وبقات كتبتسم وقالت لهم شوفوا شوفوا شكون جا عندنا، شكون اللي شرفنا في هذه الزنزانة. واخيرا عاودنا تلاقينا من جديد وبقات كتبتسم. اما نرمين فلهلا يوريكم حالتها فريمون زعما كانت كترعد وما كرهتش الارض تشق في ديك اللحظه وتبلعها. المهم نرمين خافت بزاف ودورت وجهها، رجعت للباب وبدات كتزدح وكتضرب فيه وكتعيط كتغوت على حر من جهدها وكتقول لهم خرجوني من هنا، واش كاين شي حد كيسمعني؟ انا ما بغيتش نبقى في هاد البلاصه، خرجوني عافاكم. بقات كتستنجد بالشرطيات ولكن حتى شي وحده بطبيعه الحال ما داتها فيها. هنايا السجينه صحيبتها القديمه جات لعندها، كحزت لعندها وهي كتبتسم بكل برودة وبقات واقفة كتخنزر فيها. نيرمين الدورة اللي كدور من الباب كتلقاها في وجهها وزادت تخلعت كثر. هانتوما كتشوفوا هادشي باين على وجهها، صافي العينين ديالها خرجوا من بلاصتهم. غادي نرجعوا دابا عند امير، ولكن خليكم معايا مازال غنعاود لكم بزاف على نيرمين. المهم بالنسبه لامير كيف قلت لكم دخلوا لداخل الصاله وجلسوا كيهضروا. مرت عم ورده قالت لهم هاد الدار هادي راها ديالي وحنايا جينا باش نسترجعوها، ديالي من حقي انا وولدي وحنا غادي ناخذوها منكم بغيتو ولا كرهتو. امير بقى كيغوت عليها قال لها هادشي ما غاديش تحلمي به، حيت هاد الدار هادي ديالنا حنا وما كاينش اللي غيحيدها لينا، ولا كانوا عندك شي اوراق مزوره فالمحاميين غادي يكتشفوا هادشي وراهم تكلفوا بالموضوع وما غنتهناو حتى تبان الحقيقه. وهنايا جيدا فرحت وعجبها الحال وقالت لها هذا هو الكلام المعقول الا سمعتيه، هادشي اللي قال ولدي امير هو اللي كاين، هاد الدار ديالنا وما كاينش اللي غادي يقدر يخرجنا منها. وهنايا مرت عم ورده حتى هي تعصبات وقالت لهم غير وجدوا راسكم، راكم غير كتخربقوا صافي، ولكن عن قريب غادي تعرفوا الحقيقه وغادي تصدموا بالواقع، حيت غادي تخرجوا من هاد الدار بغيتوا ولا كرهتوا. من الاحسن تولفوا على الوضع من دابا وتبداو تستعدوا وتجمعوا حوايجكم وتشوفوا فين غادي تمشيو. هنايا امير ناض لعندها وقال لها مستحيل تاخذوا هاد الدار وما غنسمح لحتى شي واحد انه يضحك عليا وعلى عائلتي. صافي المهم ناضوا كيتغاوتوا في الاخر ناضت مرت عم ورده قالت لهم انا دابا غادي نمشي ولكن مره اخرى غادي نرجع، حيت هاد الدار داري ومن حقي نجي ليها في اي وقت. وهنايا غادي نشوفوا باللي امير وجيدان ناضوا مشاو من حداها وبقات معها ورده، كحزات لعندها وحاولت انها تهضر معها بكل لطف وقالت لها بغيت نعزيك، ولكن مرت عمها ما خلاتهاش تكمل الهضره ديالها وقالت لها تعزيني في شكون؟ عمك راه مات بسببك انت اللي باغيه تعزيني، وهذا الشيء اللي درتي كله غادي تدفعي الثمن ديالو، واللي زرع شي حاجه كيحصدها. وهزات يديها كانت باغيه تضربها ولا ترددات، وبقات ورده غير مخلوعه وكتشوف فيها بواحد الطريقه غريبه لانها هي كتعامل معها مزيان ولكن الاخرى كتعامل معها بطريقه قاسيه جدا. غادي ننتقلوا دابا عند كمال ونسرين، كانوا جالسين في الصالون وكمال بينوه تيهضر مع الصديق ديالو اللي في الشركه اللي عاونوا باش يلقيو القبض على نيرمين. فشكروا في الهاتف وقال ليه نتايا عاونتيني باش لقينا القبض على نيرمين ودخلناها للسجن باش تلقى العقاب ديالها اللي كتستحق، كنشكرك بزاف على كاع داكشي اللي درتي معايا، ولكن راه مازال ما ساليناش، دابا عاد غادي تبدا الخدمه ديالنا وغادي نكملوا داكشي اللي بدينا. وقال ليه نتلاقاو غدا نجلسوا ونهضروا في امور الشركه. فاش قطع معاه الهاتف شاف نسرين وبانت ليه حزينه وهو يقول لها مالكي وجهك ما عجبنيش. قالت له في الحقيقة كمال حنا قدرنا نتخلصوا من نيرمين وندخلوها للسجن ومشات باش تنال العقاب ديالها، ولكن انا دابا كنفكر في مراد كيفاش غادي نقدروا نشرحوا ليه هادشي. هنايا مراد دخل عندهم وسمع هاد الجملة الأخيرة، ومني وقف حداهم قال لهم شنو هادشي اللي خاصكم تشرحوا ليا. نسرين توترات بزاف ما عرفاش كيفاش غادي دير تجبد الموضوع مع مراد وتقول ليه شنو واقع، وكمال طلب منه باش يجلس حداهم وهكذا غادي يشرح له كل شيء بالتفاصيل. كمال غادي يقول لمراد في الحقيقة خاصنا نقولوا لك شي حاجة ضرورية على قبل اختك،
واخا هادشي غادي يزعجك وغادي تعصب ويمكن غادي يطلع لك الدم، ولكن انت من حقك انك تعرف شنو واقع وتعرف الحقيقه كامله. مراد بقى تيشوف فيهم ومستغرب وقال لهم شنو خاصني نعرف ياك لاباس. وقال ليه كمال في الحقيقه حنا كنا باغيين نعاودوا لك كلشي من قبل ولكن ما كان عندنا حتى شي دليل. وبدا كيشرح ليه وعاود ليه كلشي داكشي اللي دارت اختو وشنو وقع معاهم وكيفاش انها دخلت دابا للسجن. مراد طلع ليه الدم وتقلق ومشى من حداهم ما قال حتى شي كلمه. نسرين حاولت انها توقفه وكمال قال لها خليه، هو اكيد مقلق ومعصب على اختو ولكن غادي يستوعب كلشي. نسرين قالت ليه كان خاصنا نقولوا له كلشي من الاول وما نخبيو عليه حتى حاجه، هو راه تقلق حيتاش ما خبرناهش بالحقيقه من الاول. وبدا كيواسي فيها وكيهدن فيها، قال لها غير تهدني، هو اكيد غادي يتقبل الموضوع، خاصو غير شويه ديال الوقت. ودابا غادي نرجعو عند صاحبتنا نرمين. من بعد ما دورات وجهها ولقات هذيك السجينه في وجهها فتخلعت بزاف وصافي عرفت راسها ما عندها فين تهرب، وهي طيح الارض وبدات كتبكي. وجاتها واحد النوبه، واحد الهستيريا ديال البكاء، بقات تبكي بصوت مرتفع ومخلوعه بزاف. شويه نزلت لعندها هذيك السجينه وقالت لها مالكي كتبكي، واش انت خايفه مني ولا شنو؟ والسجينات الاخرين كلهم تيشوفوا فيها ومستغربين، ما عرفوش مالها وعلاش كدير بحال هكاك وعلاش كتصرف بديك الطريقه. وهي تقول لي هذيك السجينه في الحقيقه هاد الدنيا صغيره بزاف، عمرني ما كنت كنتوقع غادي نعاود نشوفك من جديد، ولكن القدر جابك حتى لبين يديا. يلا اجي معايا نوريك السرير ديالك فين غادي تجلسي وتدوزي حياتك فيه كامله. وجراتها بالسيف عليها. نيرمين مشات معاها بلا خاطرها وهي كتبكي ومخلوعه بزاف، وداتها حتى للسرير ديالها وقالت لها هنا غادي تبقاي تنعسي. نيرمين بقات غير كتبكي وكتشهق وكتشوف بواحد النظرات مقرفه في داك السرير وفي دوك السجينات. وهي تقول لها الاخرى اشنو ياك ماش ما ازيتي من السرير ديالك والبلاصه اللي غادي تجلسي فيها. بقات كتستهزأ بها وكتضحك عليها وقالت لها ما تخافيش، راكي غادي تنظفيه وغادي يولي نقي وغادي تبقاي تجلسي فيه بالسيف عليك، حيت الا ما قبلتيش عليه غادي يبقى لك غير الارض. بقاو الاخرين كيضحكوا عليها، ووحده فيهم شويه قلبها طيب وظريفه وبقات فيها نرمين وبقات كتشوف فيها بواحد النظرات بريئه. غنرجعوا دابا للدار ديال امير. امير غادي يكون فوق في المكتب ديالو كيطلل من البالكون. واحد الساعه غيشوف السياره ديال ولد عم ورده وصلت لعندهم، ونزل الحارس ديالو ولا الشيفور ديالو حتى فتح ليه الباب. منين شاف ولد عم ورده تعصب بزاف ونزل عنده كيجري. قبل ما يوصل للصالون عند الام ديالو تلاقاه وبدا كيغوت عليه، قال له ياك هدرت معاك المره اللي فاتت وكنت واضح وقلت لك ما تعاودش تعتب هاد الدار هادي وما بغيتش نعاود نشوف وجهك هنايا، علاش وليتي جيتي مره اخرى واش ما كتفهمش؟ وهما يسمعوهم الاخرين كيتغاوتوا وناضوا كيشوفوا شنو واقع. كان بيناتهم واحد النقاش حاد بزاف وكانوا غادي يدابزوا، خصوصا من ولد عم ورده بغى يدخل بالسيف على امير لداخل الصالون وقال ليه هذه راه الدار ديالي ما غناخدش الاذن منك باش ندخل ليها. امير قال له الا زدتي خطوه وحده ما غاديش يعجبك الحال ودابا غادي تخرج ليا من داري. وهنايا مرت عم ورده حتى هي بدات كتهضر ودخلات في الموضوع وقالت لهم واش نتوما حماق كتمنعوا ولدي باش يدخل للدار ديالو؟ وبينوا لينا ورده عينيها عمرو بالدموع وبدات كتبكي. بقى فيها الحال بزاف منين شافت هذا الشجار هذا نايض وكظن انه بسببها. هنايا السائق غادي يمشي وغيمد يديه لمرت عم ورده باش تمشي في حالتها، وهي غادي تقول لهم انا دابا غادي نمشي في حالي ولكن غنرجع عن ما قريب باش ندخل لداري معززه مكرمه، وديك الساعه نتوما غتجمعوا حوايجكم وغتخرجوا منها. مشات خرجت هي والسائق وبقات المواجهه بين امير وولد عم ورده. ولد عم ورده قال لي حتى انا غادي نمشي كيف ما قالت الام ديالي، حنا دابا خارجين من هاد الدار ولكن غادي نرجعوا ليها وانتم اللي غتخرجوا منها المره الجايه. صافي بقاو غير تيخنزروا في بعضياتهم، ومشى حتى هو خلط على الام ديالو باش يمشيو في حالهم. غادي ننتقلوا دابا لعند نسرين. بينوها مشات للغرفه ديال مراد. مراد كان طالع عليه الدم بزاف على اختو وداكشي اللي وقع. ما كانش غضبان عليهم لانهم دخلوها للسجن، ولكن كان غضبان حيتاش ما خبروه حتى شي حاجه وكانوا مخبيين عليه الموضوع. اذا نسرين جات لعنده الغرفه ديالو باش تكلم معاه وتعتذر منه. لقاتو جالس كيخمم وقالت ليه الا كنتي مسالي واش نقدروا نتكلموا؟ وقال ليها غير اجي جلسي. المهم دخلت سدت الباب وجلست حداه. قالت له انا ما كنتش كنتمنى ان الامور توصل حتى لهاد الدرجه، ولكن هادشي اللي وقع وهادشي اللي كان مكتوب علينا نعيشوه. مراد بقى كيشوف نسرين وكيسمع ليها وهي تقول ليه واش انت معصب على هادشي اللي وقع؟ مراد جاوبها وقال لها علاش غادي نتعصب؟ قالت له في الاخير، في الاول وفي الاخير زعما هذيك كتبقى اختك، واخا داكشي كله اللي دارت راه اختك ومن حقك انك تقلق عليها وتعصب لانها دخلت للسجن. مراد مسكين قال لها انا عمرني ما شفتها كاخت ديالي، ما عمرها تصرفت معايا ولا تعاملت معايا بحال الاخت، دائما كنت كنشوفها بطريقه مختلفه، وهي كذلك نفس الشيء ما عمرها اعتبرتني الاخ ديالها.
قال ليها نتوما كنتو عارفين الرأي ديالي فيها من الأول، ولكن نتوما اللي بقيتو كتحكوا عليا باش نعطيها فرصة أخرى ياك ما تبدل. ولكن هي راه عمرها ما غادي تبدل، وهداك الشيء اللي فيها راني كنت عارفه من ايامات الأم ديالي فاش كانت في المستشفى. النهار اللي احتاجيتها قلبت عليا وجهها وما عاونتني في حتى شي حاجة. قال ليها انا كنت عارفها مزيان انسانه استغلاليه وكتبغي غير راسها وكتبغي غير مصلحتها. قال لها انا ما عمري استغربت من شي حاجه دارتها لان كنت متوقع انه ما غيجي من موراها غير المشاكل. وفي الاخير عمر قال لنسرين في الحقيقه انا عندي اخت وحده، اخت وحده كبيره هي اللي عندي وهي انتي، ما عندي حتى شي اخت وحده اخرى. وهنايا كان واحد الاحساس زوين بالنسبه لنسرين، عجبها الحال بزاف وفرحتها الهضره ديال عمر وعنقته كيف كتشوفوا. وبالفعل حتى هو عزيز عليها بزاف وانتم عارفين هادشي. غنتقلوا دابا للقطه اخرى وغادي نرجع عند نرمين الشريره. كيف كتشوفوا دابا جا الليل وبينهم كلهم ناعسين، هادوك السجينات اللي معاها الا هي اللي مازال فايقه كي الجنيه. وما بغاتش تجلس في السرير ديالها لانه مقرف وموسخ. المهم ما عجبهاش الحال وما قداش تجلس فيه ولا تنعس فيه. جالسه غير في الارض، هانتوما كتشوفوا الحاله ديالها، وجالسه غير كتبكي وتعاود كتشهق بالبكا يعني. آه، حالتها صعيبه وما قادراش تخيل راسها انها في السجن من بعد داكشي كله اللي دارت، من بعد داك المحاولات ومن بعد داك الخطط كامله، في الاخر تسالات بها في السجن. المهم جالسه كتبكي وكتهضر غير مع راسها وكتقول حتى شي حاجه ما سالات. عندك يسحب لكم انكم فزتوا عليا، انا مازال غادي ننتقم منكم كاملين وغنعيشكم في الجحيم وما غنخليكمش تهناو بالحياة ديالكم بلا بيا. عندك يسحب لكم انكم لحتوني هنا وانتم غتعيشوا السعادة مع بعضياتكم. المهم جالسة كتحلف في كمال ونسرين باغية تنتقم منهم بأي طريقة كانت، ومازال غادي تفكر وغادي تخطط كيفاش دير تنتقم منهم وترجع لهم من جديد. بقات كتقول في خاطرها غادي ندمهم على كل دقيقة كندوزها هنايا في هاد الزنزانة هادي، غادي نخرجها منهم. وبقات كتبكي. المهم واحد الساعة غادي نشوفوا هذيك السجينة اللي قلت لكم قلبها حنين وطيبة وبقات فيها نرمين، عفوا نسرين نرمين. المهم كل مرة شنو تنقول غير سمحوا لي. حتى هي كانت مازال فايقة وجات لعندها غير بشوية، كتخطي غير بشوية باش ما يسمعوهاش الاخرين، وجابت ليها مسكينة طريف ديال الخبز هانتوما كتشوفوا. اعطاتو ليها باش تاكلو حيت شافتها ماكلات والو النهار كامل وبقات فيها بزاف. ولكن الشريرة ديال نرمين ضربتها ورمات ليها هذاك الخبز في الارض ودفعتها. وهنايا ديك السجينة الشريرة غادي تحس بهم وغادي تجي لعندها، غادي تندمها على داك التصرف اللي دارت. علاش ضربت هذيك السجينة الأخرى وعلاش طيحتها ودفعتها ورمات عليها الخبز ديالها، بالرغم من أنها مسكينة جاية غير باش تساعدها وباغا تعطيها هذاك الخبيز بالتخبيع. وكيف كتشوفوا جات وخنقاتها بيديها وبقات كتهز فيها، يعني قجاتها وكتهز فيها كتقول لها وقفي، شنو كتحس بيه في راسك، علاش درتي ليها بحال هكا. وبقات كتهدد فيها وبقات خانقاها فريمون شانقه عليها حتى تخنقات نرمين وبغات تغوت. وفي الاخر عاد باش تلقاتها وخلاتها تما جالسه كتشهق بالبكا. من بعد هذيك السجينه ساعدت السجينه الثانيه الظريفه اللي جابت لنرمين الخبز ومدات ليها يديها باش تنوضها من الارض. وهكذا غادي نكونوا شفنا في هذه الحلقه هذه المعاناه ديال نرمين من بعد ما دخلت للسجن. باقي لقطات جد شيقه، مازال غنشوفوا عاوتاني شنو غادي تزيد تعاني، ومازال غادي تدوز عليها هذيك السجينه الشريره، غدوز عليها ايامات كحله كيف تنقولوا. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نخلي لكم التتمه في الفيديو المقبل ان شاء الله. خليكم في الموعد. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. تنشكركم مره اخرى على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، وتنقول لكم تسناوني في الفيديو المقبل غادي نكملوا مع نيرمين والمعاناه ديالها، ومازال غادي تشوفوا لقطات غتقتلكم بالضحك وغادي يعجبوكم بزاف، خصوصا ملي غادي يشطحوها بالسيف عليها. المهم بلا ما نحرق لكم المفاجاه، الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.